ايه ده انت زهقان؟ طب انت زهقان ليه؟ بسمع حدوته. عايز تسمع حدوته؟ انت عارف ان كمان اصحابنا اللي بيشوفونا دلوقتي عايزين يسمعوا حدوته؟ ايه ده؟ هو انت كمان جبت الفشار ده مخصوص عشان الحدوته؟ ده انت بقى صرف مكلف يا عم. طب قصتنا النهارده يا فضة بتحكي عن راجل فلاح. بتحكي عن ايه؟ راجل فلاح. ركز عشان هسأل في القصة، وانتوا كمان يا اصحابي ركزوا، هسأل واكتبوا لي في الكومنتات الإجابة بتاع السؤال اللي أنا هسأله. طيب يا فضة، كان يا فضة في فلاح. الفلاح ده يا اصحابي كان كل سنة بيزرع الأرض وكان بيبيعه وبيكسب منه فلوس، وكان بيعيش بالفلوس دي هو وعياله. وفي سنة من السنين وهو يا فادي بعد ما راح عمل في الأرض وراح حط فيها البذر، لقى جه بقى عشان يرمي الجلجل في البير ويطلعه، ملقاش فيه يا اصحابي في البير ميه. لقى البير فاضي مفيهوش ميه، وقال انا كده مش هعرف ازرع، دي الميه خلصت، اعمل ايه؟ اللي حصل يا اصحابي ان هو قال انا اروح لكبير التجار. انا اروح لمين يا فضة؟ كبير التجار. قال انا اروح لكبير التجار واطلب منه انه يديني مساعده اقدر اعيش بيها لحد ما اشوف انا هعمل ايه في البير اللي خلص ميه. اوكي. بعدين يا اصحابي اللي حصل ان اول ما راح عند كبير التجار وخبط، فتح له الخادم وقال له يا فضة ان هو راح يطلب طلبة من الوزير. فقال ايه ده؟ طب هو انا لو قعدت واستنيت كبير التجار، اما كبير التجار نفسه بيطلب من الوزير، طب ما انا اروح على طول اطلب من الوزير. فراح فعلا يا اصحابي عند الوزير، خبط على الباب. مين على الباب؟ الخدام بتاع الوزير. قال له انا عايز اقابل الوزير. قال له الوزير راح يقول حاجه للملك، يطلب منه طلبه صغيره للملك وهيرجع تاني، استناه هنا. قال له خلاص شكرا، ومشي الفلاح. وهو مش كده قاعد يفكر يا فضة، زي فضة اللي قاعد بيفكر ده يا اصحابي، قاعد يفكر ويقول طب اما انا لو رحت الوزير، اما الوزير نفسه بيطلب من الملك، طب ما انا اروح للملك احسن. فعلا يا اصحابي راح مشي راح عند الملك. الملك يا اصحابي اول ما شافه فتح الخادم للفلاح. فاول ما الفلاح دخل لقى يا اصحابي الملك بيصلي لربنا ويقول له يا رب ساعدني في الملك بتاعي واكون عادل يا رب وكون معايا. ويا اصحابي اول ما الفلاح شافه راح عرف درس مهم خالص. بعد ما الملك قال له انت عايز ايه يا فلاح؟ قول لي يلا بسرعه. قال له انا المفروض ما اطلبش منك انت يا ملك، انا المفروض اطلب من اللي اعلى منك، المفروض اطلب من ربنا نفسه ان هو يديني ميه عشان الميه اللي في البير بتاعتي خلصت. راح يا اصحابي فعلا الفلاح رفع ايده وصلى لربنا وقال له يا رب انا البير ما فيهوش ميه وانت اللي عارف كل حاجه، وانا مش عارف كده اسقي الزرع عندي عشان يكبر يا فضة. فراح يا فضة وهو ماشي الفلاح لقى المطره يا اصحابي نزلت، ولقى البرق والرعد نزل كمان، والميه يا اصحابي غرقت يا اصحابي المحصول كله، وبقى اتسقى يا اصحابي وكبر وباعه، وكمان البير اتملى ميه اكتر من اللي كانت في الاول. نتعلم يا اصحابي من القصه ان احنا نبقى لما نطلب حاجه نطلب من ربنا نفسه، ان هو اللي يقدر يحقق لنا اي حاجه، لان هو ربنا هو اكبر حد يا اصحابي. ونتعلم كمان يا اصحابي ان احنا نطلب المساعده من ربنا ونشكره على كل حاجه. السؤال بتاع النهارده يا فدود بيقول الاول حاجه ايه هي المشكله اللي كانت عند الفلاح، وليه هو راح عند الوزير عشان يطلب منه ايه؟ يلا يا اصحابي مستنياكم تنزلوا تكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات، واستنوني. ولو عجبتكم القصه دي ادخلوا على قناه يوميات جوجو، هتلاقوا قصص اكتر واكتر واحلى كمان. عجبتك القصه يا فندود؟ قوي؟ وهل جميل. انت عجبته يا اصحابي خالص القصه
تمام. وعارفه عشان انتوا شاطرين هتدوسوا تحت الاشتراك وكمان السبسكرايب وهتدخلوا تشتركوا في القناه. باي باي.